مباراة واحدة والسيطرة ستصبح مطلقة على كل شيء هذا العام والعام الماضي طبعا بالنسبة لكرة القدم المغربية بعد تألق غير عادي في العام 2025 وسيطرة مطلقة على جميع البطولات التي شارك بها منتخب أسود الأطلس في جميع الفئات العمرية. طبعا وأبرز البطولات التي حققها كأس العالم في تشيلي طبعا لمنتخب الشباب تحت 21 عام، إضافة إلى كأس العرب في قطر طبعا المنتخب الرديف المغربي الذي حقق هذه النتيجة وحقق الفوز على منتخبات عربية خاضت البطولة بالصف الأول في إنجاز تاريخي أيضا للكرة المغربية مع المدرب طارق السكتاوي. وحاليا بحاجة المغرب إلى الفوز على السنغال حتى تحقق كل شيء ممكن من بطولات شاركت بها. فعلا الكرة المغربية تشرف العرب بأبهى وأجمل الصور، وهي قادرة على الفوز على السنغال بإذنه تعالى.